سواء مع صغار السن مع هي الشمر؟ هي لا هي 3 انواع من هقول كام وصفه ان شاء الله ومعظمهم ناجحات بفضل الله عز وجل. بس يعني حاول اكتب معاك يا فندم، ده شرف لينا يا فندم. الله يكرمك. يعني افضل وصفه بفضل الله عز وجل اثبتت نجاح شبه باهر، وهي نسبه تقريبا 4 كيلو في الشهر، ممتازه جدا ما شاء الله. وهي عباره لو هنضيف 50 جرام زعتر يبقى هنضيف 25 جرام شمر، هنضيف 25 جرام ألك. وبحذر حذاري ان انت تستخدمي الألك، لان الألك يعني تستخدميه، لان الألك ما حدش معظم العطارين ما يعرفوش. يعني لازم تتاكدي ان هو الألك دوت موجود عند العطارين، ولكن للاسف الشديد يعني هو الشمر. خلي اسم تاني يا شيخ. والله هو ألك ألف عليها همزه لام كاف. نعم. ان شاء الله يعني انت تذهبي الى عطار يكون محنق نعم. قديم وان شاء الله يعرفها. ده كم جرام ألك يا شيخ؟ 25 برضه ان شاء الله. نعم. يعني يبقى تقريبا يبقى كده 100 جرام. طيب هتعملي فيها بعد كده هتطحنيها كامله مع بعضها، هتطحن بدون تحميص. اياك انت تحمصيها على بعض الاخوات بيحمصوا الاعشاب على النار، لا ما تحمصيهاش، مش تحمصيها. بعد كده تطحنيها، واما تاخدي معلقه صغيره كل يوم على الريق وشويه ميه وراها، ومعلقه قبل النوم، يبقى على الريق وقبل النوم. طيب انت مش قادره ان انت تاخديها معلقه على الريق ومعلقه قبل النوم، طب تعملي ايه؟ الحل ايه يا عم الشيخ؟ الحل ان انت هتشربي كوبايه قبل كل اكل. تتعملي ازاي الكوبايه؟ هتاخدي معلقه على كوبايه ميه في كنكه، وتغطي الكنكه وتسيبها تغلي. تمام؟ بعد ما تغلي على نار هاديه تنزليها. بعد ما تنزليها هتصفيها وتشربيها 3 مرات في اليوم قبل الاكل. ده ممتازه جدا وهتنزل الدهون يعني يعني وتدعونا ان شاء الله. اهم شيء احنا بداية من غير حاجه. ربنا يحفظك يا اخويا. ناخد اتصال.